السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس كده حابة قبل ما ابدأ الفيديو حابة اقولك لو انت اول مرة تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تخشي تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديدة وادخل ارحب بيكي. يلا بقى نسمي الله كده ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقى لي فترة كبيرة ما عملتش معاكم روتينات، وحشتني قوي الروتينات معاكم. فاتشجعت كده بقى وقلت بقوم اصور بقى معاكم كده ونتشجع مع بعض. اول حاجه بقى هبدا بقى كده بيها الفيديو. اوضه الاطفال عندي كانت بقى لي كام يوم كده يعني عايزه اعملها. قلت بقى انوع عليها بقى، وكنت عايزه اغير ملايه السرير واظبط بقى الاوضه وكده. اول حاجه عملتها كده بقى فتحت البلكونه ونفضت بقى الشيش بالمقاش اللي انتوا شفتوها ديت، بتاعه الشيش. وكمان كنست البلكونه بقى وشلت الفرش بتاع الاوضه. انا بيعجبني في اوضه الاطفال دي ان الفرش بتاعها خفيف جدا، ومش بياخد معايا حاجه، وبشيله كده وانا فاضيه على طول على البلكونه وبحطه على طول. غير بقى باقي الشقه عندي يعني اوضه النوم والصاله وكده بيبقى فيها سجاد تقيل، وبضطر بقى ان انا اقعد اعمله بالمكنسه وكده واشيل واحط فيه. لا دي مشيت كده خفيفه في اوضه الاطفال، فبشيلها كده وبكنس تحتها وامسح تحتها على طول. خلصت كده بقى كنست البلكونه. اول حاجه كنستها قلت عشان اطلع البطانيه الشمس شويه قبل ما اخلص باقي الاوضه وكده. وابقى ادخلها. حطيتها بقى كده في البلكونه، وهبدا بقى اشيل المفرش ده القطيفه اللي كنت برضو فرشاه معاكم قبل كده في فيديو قبل كده. بس بقى يعني قلت كفايه عليه كده بقى، انا هشيله واغير بقى الملايه بقى واحط بقى ملايه جديده وكده. عايزه اقول لكم ان الجو النهارده كان يعني شويه شمس وشويه يغيم، يعني شويه كده الشمس تمشي ويغيم كده. انا قلت الجو هيمطر وكان في نسمه هوا. بس الجو ما مطرش. عندنا مشكله ان الجو ما بيمطرش خالص، مش عارفه ليه. يعني قليل اول ما بيمطر بس بيبقى الجو ساقع. وبيبقى في نسمه هوا وكده بالنهار، بس بيبقى مش بيمطر يعني وكده كتير، بيندع بس. بس كده بقى انا خلصت بقى اللي نفضت السرير وكده، وابتديت بقى ان انا اكنس الاوضه. طبعا بقى مش شغلوش بالكم بادم بقى لازم هو يقف معايا وكده في اي مكان انا بعمل فيه اي حاجه لازم يقف كده ورايا. خلصت بقى كده وهبدا بقى امسح البلكونه. بصوا البلكونه كانت متبهدله، العصافير متبهدلاني دايما كده تقف على السور ومبهدله الدنيا وكده. بس كده بقى وهمسح بقى البلكونه. عندي البلكونه زي ما انتوا شايفين صغيره خالص، يعني ما بتاخدش معايا ثواني وبكون مخلصاها. وهبدأ برضو امسح الاوضه. انا بحب امسح بالشرشوبه ديت. انا عندي اللي هو جردل اللي هو الدواره. بس مش اللي هو الشرشوبه الدواره يعني دوت، بس انا مش يعني بقيش استعمله بقالي فتره مش بستعمله. بحب يعني دي اكتر، بحس ان هي بتنضف اكتر معايا وبتنشف حلو جدا يعني. في التنشيف بتنشف معايا حلو، لكن الشرشوبه التانية بحس ان هي مش بتنشف حلو خالص، وبتسيب وبر كده في السيراميك. ممكن استعملها لو عايزه المع بس كده ولا حاجه كده على الماشي، لكن لو بكون عايزه امسح بقى مسيح حلو وكده فبستعمل اللي هي الشرشوبه دي، فمعظم الوقت يعني بستعملها. بس كده بقى خلاص مسحت بقى وسبت الاوضه كده تتهوى شويه من ميه المسيح وكده. وهبتدي بقى افرش ملايه السرير. بصوا الملايه ديت عليها إلسا وأنا كده زي ما انتوا شايفين. بعد بقى ما فرشتها وجيت احط عليها الدفاية قلت لا، طب ما انا كده هضيع شكلها كده ومش هبينها خالص. هي عايزة الصيف بقى لما بكون مش عايزة احط عليها دفاية ولا حاجة، عايزة اللي هي تتفرش في الصيف عشان يبان يعني شكلها ومنظرها وكده. لكن في الشتا بقى هضطر ان احط عليها الدفاية، فخبيت منظرها خالص كده زي ما انتوا شايفين. فما حبيتش الصراحة، بس قلت بقى خلاص انا فرشتها وخلاص بقى مش هحطها تاني في الشتا يعني وكده، وبعد كده هخليها بقى في الصيف عشان شكلها يبين. عايزه اقول لكم ساجده بتحب إلسا وانا قوي قوي، وبتفرح قوي لما بفرش الملايه ديت. بس اول ما دخلت كده وشافت عليها الدفايه قالت لي ايه ده انت مش يعني حاطه عليها ليه ديت الفرشه دي؟ قلت لها بقى عشان تبقى نتدفى وكده، بس بعد كده يعني مش هفرشها في الشتاء عشان الدفايه، وبعد كده بقى افرشها ان شاء الله في الصيف عشان يبان شكلها وكده. بس بقى كده خلصت بقى فرشتها، وكمان لمعت بقى التسريحه والكوموديرو. وجيت عند هنا بقى كنت مشغله دوره غسيل غوامق.
قلت بقى ايه انشره بقى بالمرة بعد ما خلصت، ودخلت بقى البطانية وكده. وانا بنشر كده كان الظهر بيأذن عليا، يعني كنت خلاص بقى قربت اجيب سجدة. قلت بقى خلاص بقى انا هقفل الأوضة بقى، وهقفل البلكونة وكده، واحط الستارة عشان خلاص كلها نص ساعة وايه، وهروح اجيب سجدة من الحضانة. فخلاص كده يعني كده خلصت اللي ورايا. وبس فعلا انا كنت عمالة احاول يعني انجز فيها قبل ما اروح اجيبها، عشان لما باجيبها وكده ما بعرفش اعمل حاجة بصراحة. فالوقت اللي هو بتاع الحضانة دوت فعلا بنجز فيه كتير قوي، وبحس ان انا بعمل فيه حاجات كتير قوي الوقت بتاع الصبحية ده، غير بقى بعد الظهر بقى بعد ما باجيبها ونقعد بقى وكده. باحس ان انا يعني في كسل كده، غير الوقت بتاع الصبح كده بيبقى في نشاط، وبابقى عايزة اعمل كذا حاجة في نفس الوقت. بس كده بقى انا خلصت الأوضة وخلاص بقى قفلت بقى الأنوار وكده، وقفلتها ورحت بقى جبت سجدة من الحضانة. وانا وجاية بقى جبت بقى الحاجة في حاجات يعني انا كنت محتاجاها وكده وجبتها معايا. بصوا بقى انا بجيب يعني الفاكهة لما بتخلص، بجيب صنفين يعني ورا بعض مع بعض يعني. لما بيخلصوا بجيب صنفين كمان. ما كانش يعني عندي فاكهة خالص، فنزلت جبت بقى كده برتقان وسفندي. السفندي كان عامل كيلو وربع ب10، والبرتقان كان عامل 5 ب2 كيلو ب10. وجبت كمان بطاطس كانت عاملة ب5 برضو، جبت 3 كيلو ب15، عشان ما كانش عندي بطاطس على 2 بس كده، فقلت خلاص يعني اجيب بالمرة. وكمان في الخضار بقى جبت الحاجات السلطة يعني وكده. كان ناقصني بس الخيار، كان عندي الطماطم وعندي الفلفل والجزر. كان ناقصني الخيار يعني ما كانش عندي، فجبت بقى وانا وجاية وكده. فالخيار كان عامل كيلو ونص ب10. انا بس يعني بوريكم بس انا جبت ايه وكده عشان تعرفوا بس الاسعار. وتشوفوا يعني الدنيا ماشيه ازاي الايام دي، الحاجه والله كلها غاليه. وبصراحه مش عارفين احنا رايحين لحد فين والله. من الغلا اللي احنا فيه دوت، والله الناس انا ماشيه مثلا بشتري حاجه من السوق كده، الناس ماشيه كله عمال يتكلم على الغلا. يعني ماشيين عاملين يكلموا نفسهم والله بسبب الغلا ده، ربنا يرحمنا يا رب. بصوا بقى بعد كده انا عندي الضرفه بتاعه الدولاب، المطبخ ديت. ادم كان مطلع لي الحلل وكان بيلعب بيها وكده وبالغطيان، وكمان كان قاطع لي المفرش شد وكده، وقطع المفرش اللي انا حاطاه من تحت. وكان مبهدل لي يعني اللي هما ضرفتين اللي فوق بعض دول. فقلت انوع عليهم بقى وكده بالمره، ويعني امسح من تحتهم، اشيل المفرش وامسح من تحتهم، واظبط بقى الحلل وكده. انا الفروطه دي انا حطاها من فوق كده ورا الحلل، عشان انا ما عنديش مكان ليها، لان كل الظرف اللي عندي ضيقه، قصيره يعني. الضرفه دي الوحيده اللي طويله شويه فبتدخل فيها. فالظرف التانية عندي ضيقه، فحطاها هنا ورا الحلل كده كده، مش بستعملها، مش بطلعها الا ساعه العيد بس وكده. هتقولي طب مش بتفكيها ليه؟ انا مش عارفه افكها، انا من ساعه ما اتجوزت وعملتها يعني وكده. حتى الراجل هو اللي ركبها لي تقريبا. مش فاكره والله مين بالظبط اللي ركبها لي اول الجواز، بس من ساعتها انا ما فكتهاش، مش عارفه افكها، المسامير بتاعتها صعبه قوي ان هي تتفك. فسايباها كده. فسايباها كده يعني لما بطلعها بس ساعه العيد وكده. وكمان عندي واحده صغيره تانية، ساعات بطلع الصغيره وبسيب ديت، لان الصغيره بس يعني ايه شكلها احلى وكده منها وانا حباها يعني. بس كده حطيتها يعني من ورا الحلل بقى، ورصيت الحلل اللي عندي في بقى حلل لسه كنت غسلاها وبسيبها تتصفى، وفي حلل تانية يعني حاطه فيها اكل كده في التلاجة. فهي دي بقى الحلل اللي كانت نضيفة وكده ورصيتها معاكم. بس كده بقى خلصت بقى ضرفة المطبخ، والبوتاجاز برضو كنت عايزة اغسله وكده. كنت جايبه له يعني فرش اللي هي العين اللي في النص ديت اللي انا بغطيها بيها. قلت بالمره قبل ما احطها اغسله كده بقى واظبطه. غسلته بايه؟ ببريل. انا بغسله ببريل بس، الا بقى لو في دهون شويه ومتوسخ مني قوي ممكن احط اللهلوبه. غير كده لا، بغسله بالبريل بس. وجبت كمان كنت جايه من السوق برضو، كنت جبت معايا اللي هو الاستيكر ده، هو المفروض الاستيكر ده بتاع المرايه بتاعه البوتاجاز. بس انا يعني حطيت كده كشكل يعني احلى في البوتاجاز يعني وكده، ان العين اللي انتوا عارفين اللي العين في النص دي انا مش بستعملها خالص. بس كده بقى خلصت البوتاجاز، لقيت بقى ماما بعتالي بتقولي تعالي تعالي احشي معايا. انا عامله محشي وكده، تعالي احشي معايا ونتغدى مع بعض وكده. كان اليوم دوت جوزي يعني كان جاي متاخر وكده من الشغل، فقالت لي تعالي بقى ايه اتغدي معايا وكده.
بس بقى كده ورُحت عشان بقى أحشي معاها وكده وأتغدى معاها. بُصّوا بقى هي كانت عاملة المحشي ده ني في ني عشان هتقولوا بقى ما فيهوش صلصة كتير ليه، هو بقى ني في ني. يعني مش مسبّكة له صلصة خالص، لأ حاطة الصلصة كده. يعني الخلطة كلّها كده ني في ني، البصل على الصلصة كده وحشيناه وبعد كده بقى استوى مع نَفْسه. لكن ما سبّكناش يعني ولا أي حاجة، قُلنا يعني عشان يبقى خفيف كده عليها. بس كده بقى وخلّصناه. بُصّوا بقى طلع والله كان طعمه أحلى من اللي هو المتسبِّك والله العظيم بجد. كفاية بس إن أنا باكله معاها هي. بس كده بقى وكمان طلّعنا بقى اللحمة وكده وكَلنا. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، إن شاء الله استنوني في فيديو جديد، مع السلامة.